تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض تورته كده اهوت. لو انت لسه اول مره مبتدئه هتطلع معاكي بجد يعني تحفه. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقالي سنين ما عملتش تورته، كنت خايفه جدا ان هي تطلع مش حلوه، بس ما شاء الله بجد طلعت جميله جدا وكل اللي دقها عجبته جدا. بصوا السبونج بتاعها طري ازاي، وكمان هنزينها بابسط الامكانيات. ولو انت حتى ما عندكيش اي امكانيات هتطلع معاكي برضو ممتازه. هقولك على كل التفاصيل، بس يا ريت بقى الفيديو دوت لو عجبكم متبخلوش عليا بلايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشترك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا كده بقى نبدا على طول. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده اهوت انا معايا نص كيلو من دقيق السبونج، ربع كيلو دقيق سبونج ابيض، وربع شوكولاته. هعمل اول حاجه الربع الابيض حطيته كده اهوت في العجان، وحطيت ربع كوبايه ميه، ومعايا 3 بيضات كده اهوت بدرجه حراره المطبخ، وهحط عليهم شويه كده من الفانيليا. ومعايا بقى كده كيس محسن جل، ممكن تستغني عنه بس انا بحب احطه كده اهوت، بحس بتبقى النتيجه احسن. ومعلقه كده بس من الخل عشان زفرة البيض، وبتدي برضو هشاشة حلوة جدا للكيك. هقلبهم كده تقليبه قبل ما اشغل عليهم العجان. وتقدري تعملي الخطوات دي كلها بالمضرب الكهربائي اليدوي، بس يكون يعني مضرب كهربائي. اليدوي هيبقى صعب معاكي شويه. شغل عليهم بقى العجان كده اهوت لحد ما الحجم بتاعهم يتضاعف ولونهم يبقى كريمي كده وابيض زي ما انتم شايفين. معايا كده الحاجه اللي هسوي فيها، انا هسوي في الحله دي. وبصوا القوام بتاع الكيك عامل ازاي، عامل شبه الكريم الجانتي كده بالظبط. وبالمضرب اليدوي هتضربي كده حوالي 10 دقايق كده اهوت لحد ما القوام يبقى معاكي كده اهوت. بصوا طبعا الربع كيلو ما شاء الله الكميه بتاعته بقت كتير. هفضيه بقى كده في صينيه او في حله. انا عندي الحله دي كانت بتاعه تورت، بس بصراحه مش فاكره مقاسها، تالي حوالي كده اهوت 26 حاجه زي كده اهوت. هنزل بقى كده اهوت الخليط ده كله كده في الصينيه، وحاطه فيها ورقه زبده من تحت. حابه تحطي ورق زبده في الجوانب، بس انا شايفه ان ملوش لازمه. اهم حاجه اللي من تحت عشان تطلع معاكي بكل سهوله. انما اللي في الجوانب هقولكوا هنطلعها ازاي لما تطلع من الفرن. طبعا الفرن انا مشغلاه في الوقت دوت على درجه حراره 180. هساوي كده السطح بقى كده بتاع الكيك وبعد كده هوت هدخلها الفرن. دي كده هبدة بسيطة كده اهوت، مش ههبدها كتير، وهدخلها بقى الفرن. ولو الصينية كده اتلحوست منك امسحيها كده بمنديل في العجان كده زي ما هي كده اهوت، مش هغسلها. حطي فيها المكونات اللي هي بتاعت الكيك الشوكولاتة، نفس المكونات اللي حطيتها هي. ممكن تعملي الاتنين مع بعض، تدخليهم يعني مع بعض في الفرن مرة واحدة. اديتهم بقى تقليبه كده واشغل عليهم العجانه برضو. ما كانش عندي بقى حله تانية بتاعه تورته، اي حله عاديه كده اهوت. لبست غطيت الايد بتاعتها بورق ألمونيا عشان ما تتحرقش في الفرن، وحطيت فيها ورقه زبده. دي حله عاديه من اللي هي الحله الألمونيا العاديه. هنزل بقى كده اهوت بالخليط بتاع الكريم بتاع الكيك الشوكولاته، وبتحسي القوام بتاعه اخف سنه كده من الابيض. مش عارفه ليه سبحان الله كل مره بيطلع كده اهو. وان شاء الله لو حابين اعمل لكم الدقيق الاسبونش البيتي يعني بالدقيق العادي، هبقى اعمله لكم باذن الله قريب، بس اكتبوا لي في الكومنتات. ادخلها بقى الفرن برضو، وهطلعهم بقى كده اهوت يعني بتقعد في الفرن حوالي ساعه الا ربع كده اهوت. وتختبريها كده اهوت بخله كده، لو لقيتها طلعت نضيفه تمام، بس ما تفتحيش عليها قبل ما يعدي عليها 40 دقيقه. انا هسيبهم بقى كده يبردوا كده تماما، وبعد كده هبدا اشتغل فيه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكريمه. معايا ربع كيلو من الكريم جانتيه الخام اللي هو معلوش سكر ولا اي حاجه. هفضيه في العجان برضو، وهنزل عليه نص كوبايه سكر العادي الحبيبات، بس ما يكونش الخشن قوي. لو خشن حطيه الاول مع اللبن او مع الميه، وبعد كده حطي الكريم. انا نزلت بكوبايه لبن، والكوبايه التانية كده هنزل بيها بالتدريج. يعني حطيت منها شويه لان انا لما قلبته كده حسيت ان هو هيبقى تقيل. بقلبه برضو كده عشان لما اشغل العجينه ما يطيرش كده اهو. وهحطه بقى في العجين كده هو يتضرب كده مع نفسه. هنا هو انا زودت اللبن، يعني المفروض ان انا ما كنتش حطيت الكوبايتين مره واحده، كنت كفايه في كوبايه ونص، بس انا قلت لا ده هي يعني هي تقيله. فالمهم يعني ان انت بعد كده اما تعملي كريمه ما تحطيش كده الماده السائله مره واحده، واللبن او الميه يكونوا ساقعين قبل ما تتضرب. هبصوا بقى كده بالسكينه بطلع بلفها كده اهوت على الكيك من جوه، بتطلع بقى معايا بكل سهوله. عشان كده بقول لكم مش لازم نحطوا ورق الزبده في الجوانب.
هشيل بقى كده الورقه كده اهوت. طبعا هي في من بره فرافيت كده بسيطه لانها لسه طازه ومعموله يا دوبك كده بردت. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله بجد طريه جدا وهشه. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا الكيك الاسبونج ده. هشيل بقى ورقه الزبده كده اهوت وهبدا كده إيه ان انا اقطعهم. اول حاجه هنشيل الوش بتاعهم ده لان الوش ده بيبقى كده ايه ملزق ويبقى مش حلو خالص. بيطلع بكل سهوله، وممكن كمان بايدك كده اهوت او بحرف المعلقه كده اهو او بحرف السكينه ان انت تحكيه كده اهوت هيطلع معاكي على طول. زي ما انتوا شايفين كده اهو بيطلع بكل سهوله بايدك او بالمعلقه يعني او بايدك يعني او بالسكينه بيطلع على طول. بيبقى ملزق كده اهوت مش بيبقى حلو خالص. خلاص كده معانا كده جاهزة. همسك التانية برضو هشيل الوش بتاعها بنفس الطريقة. بشيل كده الاول الحرف كده بالسكينة وبعد كده اللي في النص ده كده هوت ايه بيطلع كده هوت على طول بالايد كده هوت ما بياخدش وقت. عايزه اقولكم كنت قلقانه جدا وانا بعمل التورته دي لاني انا بقالي فتره كبيره ما عملتش تورت. عملت تورت كتير يعني من زمان، بس بقالي اكتر من سنتين او اكتر ما عملتش، فكنت مش عارفه بقى ايه الدنيا هعرف اعملها ولا لا. المهم ده كده هوت ايه زي ما انتم شايفين بقى النتيجه للكيك من جوه. بصوا عامل ازاي، وكمان هقطعه بقى كده من جوه معاكم. طبعا بعد ما لميت بقى ايه اللي حواليا كده والفرافيت مسكتها بقى قطعتها كده. انا هقطعها 3 طبقات. انا حبيت اغير الاتجاه التصوير عشان ابين لكم يعني ايه طريقه التقطيع سهله جدا. سكينه الطرنش دي كده اهو وبقطعها بالشكل ده. بصوا عامل ازاي من جوه الكيك طري جدا وبجد يعني يتاكل كده حاف. لو في حاجه اتقطعت منك ولا حاجه كده ما تقلقيش، هي عشان لسه طازه ومعموله. إيه بره بيعملوا الحاجه دي بيبقى قبلها بيوم وبيومين بيبقى مجهزين الكيك والكلام ده. المهم ان انا هقطعها 3 كده اهوت وهقطع برضو كده اللي بالشوكولاته بنفس الطريقه دي. ولو في اي حاجه زي ما قلت لك اتفرفتت منك او اتقطعت كل ده بيتدارى واحنا بنقفلها يعني ما بتبانش حاجه خالص فيها. قطعت برضو اللي بالشوكولاته زيها. بصوا من جوه برضو الكيك عامل ازاي بجد جميل جدا. خلاص كده بقى معايا كده اهوت ايه 3 طبقات و3 طبقات. هحطهم بقى فوق بعض كده اهو وبعد كده هقطعها بالنص لان انا هعمل التورتايه دي نص شوكولاته ونص ابيض زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. وبرضو ممكن مرة تانية هوريكم ازاي لو انت عايزة تسويهم في صينية واحدة. بس انا ايه لقيت الصينية مش كبيرة وكده فروحت عاملة كده اهوت ايه وزي ما قلت لكم بقالي ياما ما عملتش في حاجات يعني كده اهوت ايه كانت فاتتني. هنا بقى معايا كده اهوت مية بسكر دي كده هنسقي بيها الكيك. وهنا ضربت الكريمة إيه هبدأ اخد جزء اخليه كده لوحده ابيض وهخلي جزء ايه بالشوكولاتة هنحط له كاكاو. وزي ما قلت لكم كده الكريمه طلعت معايا طريه شويه بس اتصرفت يعني هقول لكم تعملي ايه لو حصل معاكي الموقف ده. حطيت بقى كده معلقتين كاكاو بس إيه نخلتهم الاول عشان خاطر بيبقى في تكتلات في الكاكاو كده إيه دي كده معانا الكريمه جاهزه البيضه واللي بالشوكولاته. هحط بقى كده ايه نص من اللي هو الابيض كده إيه يعني انا حطيت الاول حته كريمه على القاعده عشان خاطر ايه تثبت الكيك معانا. واحط كده نص من الشوكولاته قصادها بس انا كنت عايزه اكبرها شويه فهاخد بقى كده واحده من المتقطعين دي كده زي ما انتم شايفين كده بحطها في الحته الفاضيه دي بحيث ان انا ايه اكبر التورتيه شويه. وعلى فكره في المحلات بره او في المصانع بصوا بيبقى التورته من جوه بيلزقوا كده قطع في بعضها كده ممكن تبقى هم عاملين يعني الصينيه اساسا مربعه ويطلعوا منها تورته مدوره او العكس. فهو إيه مش شرط يعني ان هي تكون من جوه سليم. عبيت بقى الكريمه كده في اكياس اللي هي اللي بالشوكولاته في كيس ده كيس تلاجة عادي او ممكن تعبيها في كيس حلواني. دي كده بتسهل عليك التوزيع اكتر. انا بكلمكم بقى نسيت اقول لكم ان انا سقيت كده الكيك كده بالفرشه من الميه بسكر اللي احنا عاملينها. ممكن تعملي مثلا لبن بسكر او ممكن تعملي لو انت عندك الكمبوت مثلا وهزيني الكمبوت العصير بتاعه بيبقى جميل جدا. المهم حطيت بقى على النص الفانيليا كده نص الكريمه البيضه واللي هو نص الشوكولاته النص اللي بالشوكولاته البني. يعني زي ما انتم شايفين كده باخد بقى كده الكيك كده وبحطه باخد برضو المقطع بحطه في الحته اللي في النص اللي هي الفضل. هسقيها برضو كده بال يعني باي بقى يعني في ناس بيعملوا مثلا
سيرب خفيف كده هو زي بتاع الحلويات بس خفيف قوي برضو بيسقوا بيه. بس احنا ايه بقى بنعمل بحاجات سهله كده على طول. بحط الكريمه بوزعها كده باي ظهر معلقه، باي ظهر سكينه كده اهو، مش شرط ادوات مخصوص للتورت والحاجات دي. احط طبقه كده اهوت كويسه من كل حاجه. كده انا خلاص خلصت كده اهوت. ده انا فضل بقى كمان من الكيك، بصوا ايه كام قطعه كده احطهم ايه. ممكن مثلا لو فضل كريمه احطها كده في كوبايات اعملها كبات إيه، او اعمل بيها اي حاجه. هبدا بقى كده برضو اسقي اخر طبقه كده، وانا حطيت القاعده بتاعه الكيك اللي هي كانت في القاعده من تحت، خليتها من على الوش لان السطح بتاعها بيبقى تساوي اكتر. هبدا بقى كده ايه احط لها بقى الكريمه اللي هي من على الوش اللي احنا المفروض ايه نجلسها بيها. وزي ما انتم ملاحظين كده الكريمه كانت معايا يعتبر خفيفه شويه، والجو طبعا حر، فانا بقيت يعني ايه واحده واحده كده معاها. وهقول لكم برضو ايه وانت شغاله إيه كل شويه حطي مثلا الحاجه في التلاجة. يعني مثلا لو انت فاضل معاكي كريمه اللي انت بتستخدميها استخدميها، واللي فاضله حطيها في التلاجة قبل ما تعوزيها عشان ما تسيحش اكتر بالذات في الحر. بصوا بقى وزعت كده ايه بقيت الكريمه اللي هي بالشوكولاته على الجزء اللي بالشوكولاته، والجزء الابيض برضو حطيت عليه بقيه الكريمه. هبدا بقى كده اسويها بقى واحده واحده كده بالشكل ده. ومش شرط ان انت تسويها يعني تبقى بريمو قوي، لان كده كده هتتغطى وهتتدارى، بس على قد ما تقدري حاولي سويها. انا برضو زي ما قلت لكم انا مش محترفه فيها، لان كمان يعني من زمان ما عملتش تورت، فعشان كده برضو ايه يعتبر زيكم كده على قدي. بس حبيت اشجعكم لو انت بقى مثلا عندك عيد ميلاد ابنك او بنتك وحابه تعملي لهم تورتايه في البيت بدل ما تجيبها غاليه من بره، هتوفري اكتر من النص. غير كده بقى طعمها والله بجد خطيره. بصوا بقى خلاص انا سويتها على قد ما اقدر كده اهو. كان عندي اسمه سكرابر او كده، او اي بصي اي حاجه كده اهوت عندك مسطحه فردي بيها بالشكل ده بتنعم معاكي. بليها ميه اشطفيها بالميه كده اهوت وسويها بالشكل ده. خلاص كده اهوت سويتها. طبعا اللحاويز بقى اللي احنا عملناها كده اهوت على القعده بمنديل مطبخ كده اهوت، وهبدا ان انا امسح بيه. في الوقت ده كده بقى هدخلها التلاجة. بس الاول جبت كده فيه السكرابر اللي عامل شبه المشط ده، هعمل بيه كده ايه خطوط كده يعني عشوائية بالشكل ده، بحيث ان هي ايه تبقى شكلها شبه بتاعت بره كده شويه. دخلها كده الفريزر كده 10 دقايق ولا حاجه قبل ما اجهز بقيه الحاجه. هنا بقى طلعتها بقى كده وحطيت كده إيه روزيتات كده او خط كده زجزاج كده بالكريمه عشان افصل كده ما بين النص الشوكولاته والنص اللي إيه الفواكه او نص الفانيليا. قسمتها بقى كده وفضل حته برضو عملت من الجوانب. المهم ان انا كده اعتبر قسمتها بالنص كده بالظبط. عملت بقى صوص شوكولاته، بس ايه مرضيش اطول عليكم طول الفيديو، هقول لكم عملته ازاي. انا جبت كده مكعب شوكولاته وسخنت كده ايه يعني ربع كوبايه لبن صغيره، وحطيت عليها معلقه من الكريم جانتيه والشوكولاته دي بشرتها وقلبتها كده لحد ما دابت كده، وسبتها بردت وبدات استخدمها بالشكل ده. سهله جدا يعني. خلاص كده بقى بصوا بدات اوزع كده بالشكل ده. الاول عملت بالمعلقه كده على الحرف على اساس انها تنزل يعني كده ايه من الجوانب، وبعد كده بدات اغطي الوش كده من فوق. فلقيت بقى الشوكولاته لسه كتير فاضل، رحت قلت انزل بقى على الجوانب كمان ايه اغطيها خالص. مرضتش اسيبها يعني تبقى شبه الشلال يعني كده ولا حاجه، قلت بقى اغطيها خالص. وكده كده يعني ايه لو نزل حاجه مش مشكله، كده كده هنمسحها وانت حطي تحت منها حاجه عشان الزياده تشيليه تاني. خلاص بقى كده سويتها كويس وبدات اشيل الزياده كده بمقطع او باي حاجه، وبمسح برضو القاعده كده يعني ايه كأن مفيش حاجه حصلت. ده بقى معايا جوزة الهند حمصته كده شويه في الفرن، وهبدا كده احطه كده على جوانب الجزء الابيض من الجوانب بس. ممكن تحطي سوداني مجروش تكسريه كده كسره بسيطه كده وتحطي. ممكن تسيبيها كده ساده حسب ما انت حابه. خلاص كده الجزء اللي هو بالشوكولاته. وطبعا بصوا على طول الشوكولاته ثبتت عليها لان اللي هي كانت تعتبر ساقعه، والشوكولاته يعتبر كنت عاملاها مظبوطه يعني مش عاملاها خفيفه. لو خفيفه كانت هتسيح وتحسي الكريمه تبان تاني. انا بحاول احط الجوز الهند كده على خفيف يعني ما اخليش ايدي تلمس الكيكه نفسها. خلاص بقى كده هعمل بقى إيه يعني سور كده مع ان القعده كانت صغيره، بس حبيت اعمل زي ايه داير ما يدور كده بالروزيتات الكريمه
بالشكل دوت. ما الكريمه بقى ايامها مش عارفه اوديها فين. عملت كمان حتى على الجزء الابيض برضو كده هوت، يعني ما عملتش روزيتات قوي لان القعده قلت لكم كانت صغيره، فبقيت اعمل كده هوت ايه حاجات بسيطه يعني. اي حاجه بصي اعملي اي حاجه والله تطلع معاكي حلوه. ما كانش في دماغي، انا ما كنتش عارفه هعمل ايه كمان في الكريمه دي. يعني كنت جايبه كريسبي كده احطه كده ولا اعمل ايه. قلت بقى اعمل روزيتات ورد كده هوت بالكريمه البني. إيه بجد كانت طلعت كمان شكلها حلو. هحط لها بقى الكريسبي اللي انا كنت جايباه. انا كنت محتاره احطه ازاي بصراحه، كنت بفكر احطه على الشوكولاته كده او احط روزيتات، ما كنتش عارفه بصراحه. بس في الاخر طلعت حلوه يعني. ما كنتش يعني ايه، ما كنتش مخططه لشكل معين. كده خلصنا من جزء الشوكولاته. هنا بقى كان معايا مانجايه كده قطعتها شرايح، ومعايا برضو تفاحيه قطعتها كده اهوت. إيه لو انتوا حابين ان انا اجيب لكم طريقه التقطيع بعد كده اهوت هبقى اجيبها لكم. هحط بقى كده داير ما يدور كده اهوت. إيه المانجا بالشكل ده بتدي شكل جميل جدا، والمانجا طبعا متوفره كتير اليومين دول في السوق، وسعرها حلو مش غالي. يعني عايزه اقول لكم المانجايه دي والله فضل منها يعني، ما خدتش المانجايه كلها. بصوا قدامكم كمان فاضل اهو ياما اهو. وكان معايا برضو 2 كيوي كده، مش عارفه كيوي كان شاحح في السوق ما لقيتش الا 2 بالظبط. فرحت حطاهم بقى كده اهوت ايه قطعتها، وحطيت قفلت كده على المانجا. كان عندي بقى التفاحه قطعتها 4 وخدت الربع بس قطعته بالشكل ده. هبقى برضو اجيب لكم الطريقه، هي الطريقه سهله يعني لو انتوا حابين. بصوا كده اهوت عملت بقى إيه 2 شكل بعض هحطهم قصاد بعض كده اهو. وبعد كده برضو كنت محتاره اكمل ايه، رحت حاطه برضو كان عندي شرايح تفاح. إيه حطيت بقى كده اهوت ايه قفلت يعني جنب التفاح عشان يبقى صف واحد بالشكل ده. وبعد كده بقى مسكت شرايح المانجا التانية لفتها حوالين بعض، ادتني شكل الوردة كده، وبجد كانت شكلها كأنها وردة بجد يعني. وعشان اجمل بقى الشكل يعني بعد ما لفيت عليها كمان كام واحده كده عشان تقفل كانها ورده بجد، هجيب بقى كده بقيه الكيوي هحطه داير ما يدور حواليها كده، اداني شكل جميل. بصي لو الفاكهه دي او اي حاجه رصيها زي ما ترصيها هتطلع شكلها جميل يعني. ان شاء الله ترصيهم جنب بعض كده اهو، تعملي صفوف تعملي اي حاجه، مش شرط تعملي ورده وتعملي الاشكال دي. بس والله حتى عايزه اقول لكم شكل الورده ده جه معايا بالصدفه كده. حطيت بقى كده اهوت نص كده من الكريز هنا اهوت ونص قصادها في الحته الفاضيه دي. وخلاص كده خلصت معايا. المفروض بقى ان انا اكون جايبه، بصوا بقول لكم فاضل مانجا ديت تكفي تورتيه تانية. إيه عملت هنا بقى حاجه من البيت كده اهوت. إيه جل تلميع دوت المفروض بنشتريه من عند مستلزمات الحيواني، وانا نسيت اشتري. طب اعمل ايه؟ رحت جايبه كده معلقه صغيره من العسل الجليجوز. وحطيت له معلقتين ميه سخنين مغليين و... وقلبتهم جامد لحد ما دابوا مع بعض. ادوني لمعه حلوه برضو، حافظوا لي على الفاكهه لحد اخر وقت. خلاص كده اهوت اتصرفنا بحاجات من بيت وعملنا حاجات بسيطه كده اهوت بجد، وكل اللي شافها او دقها بجد والله بجد عجبته جدا. ده كان الشكل النهائي. عايزاكم بقى تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم بقى كده اهوت. ولو حابين اعمل لكم حاجات من دي كتير اكتبوا لي في الكومنتات وباذن الله اعملها معاكم. بقى مرضيش اقطعها بقى لاني كنت موديها هديه كده اهوت لعيد ميلاد حد غالي على قلبي، فما قدرتش بقى ان انا اقطعها كده واوريها لكم من جوه. بس عايزه اقول لكم والله كل اللي دقها بجد عجبته جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون رضاكم. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.